مع بعض المبكبكه. احنا زهقنا خلاص من الاكل طول رمضان، هنعمل حاجه خفيفه جميله والاجمل من كده مكرونه تحفه شهيه جدا مع بعض. الطريقه سهله. نبتدي مع بعض طريقه المكرونه المبكبكه على اصولها من بق الناس الليبيين بالظبط، بالهنا والشفا. هنبتدي مع بعض الطريقه. النهارده هعمل لك المبكبكه. دي اكله ليبيه. انا طبعا ليا جيراني ليبيين وسالتهم فعلا عليها عشان عايزه اعرف الطريقه الاصليه بتاعتها. قالوا لنا اول حاجه في المبكبكه انك لازم تتعمل على لحمه ضاني، يعني هي على لحمه الغنم، ما بتتعملش على اللحمه العاديه. لكن لو مش موجود عندك لحمه ضاني، مش موجود عندك لحمه خالص، بتطلع من رمضان والدنيا طبعا اكلنا لحمه وفراخ لما قلنا بس احنا عايزين نعملها من غير لحمه خالص. لو عندك اي حاجه، لو عندك مثلا قطعه من الفراخ قطعيها مكعبات اللي هي صدور الفراخ وتشوحيها. لو ما عندكيش خلاص، لكن هي في الاصل بتتعمل على لحمه ضاني. ممكن بقى تستعيدي عن اللحمه الضاني بايه؟ لو عندك حته ليه من بتاعه الخروف اللي هي دهن الخروف، دي ممكن تديكي نفس اللحمه طعم اللحمه الضاني في المبكبكه، وهي بتبقى حاميه عاده بتستخدمي فيها الفلفل ومكعبات البصل، وفي نفس الوقت ما تعملش لحمه وما تكلفتيش بلحمه. هنبتدي الخطوات بتاعتها، هي خطواتها بسيطه جدا وسريعه، بس التزمي بيها عشان تطلع صح زي المبكبكه الليبي بالظبط. نبتدي مع بعض الطريقه. هنروح على النار ونبتدي الطريقه. بعد الخطوه الاولى انا هستعمل سمنه بلدي فيها، ممكن تستعملي زيت على فكره مش مشكله، لكن انا عايزه اقرب طعمها لطعم المبكبكه الاصليه الليبيه، فما تبقاش معموله باللحمه الضاني، وكمان هنعملها بالزيت بس زي برده ما انت عايزه، برده هتطلع حلوه بعد رمضان كده حاجه خفيفه. اول حاجه حطيت السمنه او الماده الدهنيه بتاعتي على النار، ممكن سمنه على زيت. هكون مجهزه مكعبات البصل وهنزل بيها بمكعبات البصل عليها، وابتدي اقليها لغايه ما اخليها لونها يصفر. زي ما انت شايفه كده البصل بدأ يدبل وبدأ يصفر سن صغيره. انا عندي مكعبات صدر فرخه، مكعبات هقطعه مكعبات، هنزل بيه كله على البصله وبرده اشوحه واخليه ياخد سوا شويه مع البصل. ايه بديل المكعبات الفراخ اللي انا حطيتها؟ نص كيلو لحمه ضاني بالعظم بتاعها زي ما هي مكعبات. لو انت عايزه تعمليها على اصولها يبقى هنحط اللحمه الضاني زي ما اتفقنا. هحط بعد كده قرن فلفل زي ما انت عايزه، برد او حامي، بس هي الاصل بتاعها حامي. حطينا قرن فلفل حامي وبرده هشوحه شويه مع مكعبات الفراخ او مكعبات اللحمه الضاني زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هروح نازله بحوالي كوبايتين من عصير الطماطم الطبيعي، لازم تكون طبيعي. ممكن تحطي معاها معلقه صلصه، بس في الاصل لازم يكون فيه طماطم طبيعيه، دي اصل المبكبكه. هسيبها على النار لغايه ما تتسبك شويه واحس ان الماده الدهنيه خرجت على وشها وبدات في التسبيك، واوريك الخطوه الجايه هعمل ايه. طبعا مش عايزه اقولك على جمال الريحه ولون الطماطم تحفه جميله جدا، هيعجبك قوي الشكل. كل اللي هنعمله هتحدقي المقدار اللي بيحدق لك نص كيلو مكرونه. انا هعمل نص كيلو او كيس مكرونه، هو بيبقى كيس عموما على فكره يعني. واحط الملح والفلفل بتاعي، احط فلفل اسود كويس وملح كويس، وبعد كده الفها لفه صغيره جدا بالمعلقه، وبعدين عشان ادوب الملح بتاعها، وبعدين ابتدي انزل فيها بالمكرونه. خلاص قلبت الملح والفلفل. عايزه اقول لك تكه ان انت طبعا الفراخ ما بتخش سوا. لو حصل وانت حطيتي نص كيلو لحمه ضاني او كيلو لحمه ضاني زي مقدارك او المقدره بتاعتك، لو حطيتي الكم ده من اللحمه الضاني يبقى انت هتستني لغايه ما تغرزي فيها السكينه وتلاقيها استوت مع الطماطم بتاعتها. لكن لو فراخ او اي حاجه من الحاجات اللي بتستوي بسرعه، او لحمه كانت مستويه اصلا فانت شوحتيها كده مع البصله، مش هتاخد السوا الجامد. لكن لو انت حطيتي اللحمه نيه تستني عليها ما تستوي، تغرزي السكينه تلاقيها بتيجي معاكي بترشق جوه اللحمه معاكي. الخطوه اللي بعد كده بقى، بعد ما انا قلبت الملح والفلفل زي ما انت شايفه كده، هكون انا مجهزه نص كيلو مكرونه. انا بحب المكرونه الاقلام، بتديني شكل حلو. يا ريت تكوني جايبه نوع من انواع المكرونه اللي انت بتحبيه. انا هنزل من غير ما ازود ميه، هنزل بالمكرونه. ايوه نوع مكرونه كويس، من نوع مش اللي بيدوب في الميه، في انواع مكرونه مش حلوه. هنزل انا فيها على السخن شايفه، وهكون انا مجهزه جنبي ميه مغليه. هزود كوبايه ميه مغليه واغطي عليها واسيبها تغلي، واشوف هل هي هتحتاج ميه تاني ولا مش هتحتاج، لان المبكبكه دي
بتبقى معنى الكلمه ان هي مبقبقه جوه الصلصه، يعني تبقى جوسي، ما تبقاش زي المكرونه بتاعتنا العاديه اللي بتبقى شاربه كل الصوص وهي لونها احمر وبس، لا دي تبقى عايمه في الصلصه بتاعتها. هزود عليها كوبايه من الميه المغليه وبعدين اغطي عليها واوريك النتيجه. ادي الميه المغليه يعادل كوبايه زودتها عليها زي ما انت شايفه كده، شايفه يعني تبقى زي ما تكون انت مغطيها زيها زي الرز مش اكتر، وهروح مقلباها تقليبه صغيره ومغطيه عليها، شايفه عشان تتلحلح كده ما تبقى ما تمسكش ببعضها، واسيبها تاخد غلوه وبعد كده اسيبها على الهادي تستوي سوا لوحدها. يبقى اول ما تغلي هروح موطيه عليها واسيبها تستوي واوريكي شكلها ايه. عايزه اوريكي هي كده تعتبر استوت، شوفي جمالها، تبقى جوسي كده، ما تبقى تحسي ان ما بينها وبين بعضها في سائل كده، ما هياش طبعا تحفه تغرفيها وهي سخنه، ولا اروع ولا اجمل من كده، ريحتها شهيه جدا. بالهنا والشفا مع اكله بس مع هويدا تلاقي كل جديد مع احلى من بكبكه. يا ريت ما تنسيش من اللايك ودوسي على كلمه اشتراك اللي هي مكتوبه بالاحمر عشان يوصلك كل جديد، وما زالت الجرس تدوسي عليه مع احلى من بكبكه مع اكله بس مع هويدا. بالهنا والشفا. عايزه اوريكي الجمال وهي بتتغرف، بصي بصي عامله ازاي، بصي مش معجنه ازاي، بصي الجمال، بصي جمالها، بصي احلى طبق بقبقه ولا اجمل من كده. شايفه الجمال والحلاوه. عندك اللحمه بقى الضاني عاملاها عليها تحطيها على وشها، عندك مكعبات الفراخ تحطيها على وشها الموجوده عندك، جميله جمالها وهي سخنه. بالهنا والشفا مع اكله بس تلاقي كل جديد احلى من بقبقه مع اكله بس مع هويدا.